السلام عليكم. لو دي أول مرة تدخل القناة فأنت دخلت المكان الغلط، المكان اللي كل حكاية فيه ممكن تخليك تطفي النور وقلبك بيدق بسرعة. النهاردة مش هحكي لكم قصة سمعتها ولا مترجمة من النت. النهاردة هحكي لكم عن أسوأ ليلة عشتها في حياتي. ليلة بدأت بمقبرة قديمة وانتهت بحاجة لحد النهاردة مش قادر أفهمها. ولو سمعتوا أي صوت وراكم وانتوا بتسمعوا القصة ما تبصوش. أنا من زمان بحب الأماكن المهجورة، أي مكان الناس تخاف تدخله أنا كنت بروحه. مش شجاعة مني، لأ، ده كان فضول. وفي يوم واحد صاحبي اسمه كريم بعت لي رسالة الساعة 2 بالليل، كانت غريبة جدا. في مقبرة قديمة في أطراف البلد، الناس بتقول إن أي حد يدخلها بعد المغرب ما بيطلعش زي ما دخل. أنا ضحكت وقتها وقلت له أنت عارف إني بحب الكلام ده. رد عليا برسالة صوتية وصوته كان متوتر بشكل غريب. أنا بتكلم جد يا أحمد، المقبرة دي كان عليها حراسة زمان واتقفلت من سنين، وفي ناس اختفت هناك. سألته عرفت منين؟ قال لي جدي كان شغال هناك. الجملة دي خلتني أسكت شوية، بس الفضول كان أقوى واتفقنا نروح تاني يوم بالليل. وصلنا الساعة 11:15 بالليل. المكان كان بعيد عن أي بيوت، في طريق ترابي طويل، والهوا كان بارد بطريقة غريبة رغم إننا كنا في الصيف. أول ما شفت المقبرة حسيت إن في حاجة غلط. الباب الحجري كان ضخم وعليه نقوش قديمة شبه الطلاسم، وفي النص رمز عين مفتوحة وسط نار. كريم كان واقف جنبي وساكت. قلت له مالك؟ بصلي وقال حاسس إن حد شايفنا. ضحكت عشان أكسر التوتر، بس وأنا ببص حواليا حسيت فعلا إن في عيون بتراقبنا. دخلنا، وأول ما عدينا الباب ريحة تراب قديم بدم ضربت في وشي، والكشاف اللي معايا بدأ يطفي وينور لوحده. قلت البطارية بتخلص، بس الحقيقة إنها كانت جديدة. الممر كان طويل وحوايته مليانة كتابات سودة، ولما قربت لقيتها بالعربي ومكتوب من دخل بإرادته خرج بروحه. سكتنا وكريم بدأ يترعب وعاوز يمشي، بس في اللحظة دي سمعنا ضحكة طفل بعيدة بس واضحة. وقفنا مكاننا والصوت قرب، وفجأة سمعنا صوت جري جوه الممر. كريم شدني وقال لي نمشي، بس أنا شفت طفل صغير لابس جلابية قديمة ووشه أسود كأنه محروق. شاور لنا ندخل أكتر واختفى. كريم جري ناحية الباب، بس الصدمة إن الباب اختفى وبقى حيطة حجر. بقينا في ضلمة كاملة وسامعين همس بلغة مش مفهومة، وحاجة لمست كتفي. لفيت ما لقيتش حد، بس كريم قال لي برعب في حد واقف وراك. لفيت تاني ما لقيتش حد، بس شفت الظل طويل جدا على الحيطة بيتحرك لوحده. جرينا والممرات كانت بتتغير وبترجعنا لنفس المكان، لحد ما لقينا غرفة فيها تابوت مفتوح وحواليه شموع مولعة. لما بصيت جوه التابوت كان فاضي، بس فيه صوت تنفس. وفجأة الباب اتقفل والشموع طفت، وسمعنا صوت بشع طالع من بئر عميق بيقول أخيراً حد دخل. نور أخضر طلع من التابوت وظهر منه مخلوق طوله 2.5 متر. ملامح وشه بتتغير كل ثانية وعينيه سودة تماما. بصلي وقال لي انت اللي فتحت الباب. الباب اتفتح من يوم ما فكرت تيجي. افتكرت وقتها
أصوات كانت بتناديني في أحلامي من شهور. هو كان مستني الفضول يجرجرني لحد عنده. فجأة كريم بدأ يصرخ لأن في ظل أسود طالع من الأرض سحب رجله، وحاولت أمسكه بس لفت حوالين دراعي أيادي سودة باردة كتير. افتكرت وصية جدي: لو حسيت بمكان مش للبشر ما تردش على أي صوت يناديك. وأنا كنت دايما برد على الهمس والطفل. غمضت عيني وبدأت أقرأ قرآن. الأصوات عليت والحيطان اتهزت، وفتحت عيني لقيت المخلوق قدام وشي وريحته. المقبرة كلها صحيت، والحيطان كان طالع منها وشوش ناس بتصرخ وتقولي: ما تسيبوش ياخدك. جرينا وشفنا الباب الحجري مفتوح، وقبل ما نخرج سمعت صوت في ودني: لو خرجت هرجع لك. طلعنا والباب اتقفل بعنف، وكريم من يومها اتغير واختفى بعد أسبوع. وآخر رسالة بعتها كانت: هم لسه هنا. ودلوقتي كل يوم الساعة 3 الفجر بصحى على ضحكة الطفل وتراب اسود في اوضتي. والنهاردة لقيت رمز العين والنار مرسوم على باب اوضتي ومكتوب تحته: اقترب الموعد. انا بحكي لكم ده وانا سامع همسة حواليا دلوقتي، والباب بيتفتح لوحده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك.